السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. زي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل تحفة. واجمل حاجة فيها انها جوسي جدا، الوش زي ما حضراتكم شايفين والقلب طري طراوة، طعمها فظيع. تعالوا نشوف مع بعض. وهنعمل كمان مع بعض صينية فراخ تحفة. بصوا هي بتتكلم عن نفسها، وكمان الفراخ دي مسلوقة. يلا بينا نبدأ مع بعض. دلوقتي هنبدأ باللحمة المتعصجة. جبنا حلة فاضية وحطينا فيها معلقة من السمنة وشوية صغيرين من الزيت. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس. دلوقتي نزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة. تقدري تستخدمي ربع كيلو بس لحجم الطاجن اللي هنعمل فيه. انا عشان عملت في المرة دي جلاش ولحمة، جلاش وبشاميل. هنقلب بقى اللحمة دي ونجيب بصلتين بالحجم اللي حضراتكم شايفينه. بصوا افضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون ده، والبصلتين هقشرهم وهقطعهم عليه. عايزه في الكبه براحتك، عايزه على ايدك براحتك، بس انا بستسهل بعملهم على ايدي. بديها تقليبه كده بحيث ان هي تندمج كلها مع بعضها، اللحمه مع البصل. وهغطيها وهدي النار عليها واسيبها لما البصل واللحمه يستووا مع بعض. استووا مع بعض هفتح عليهم وهحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود ممسوحه، معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ومعلقة صغيرة من الملح. وطبعا تدوقي، ولو حابة تزودي اي حاجة فيهم تزوديها على حسب الطعم. وبنديها تقليبة وكده. اللحمة العصاج استوت معايا وبقيت تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تعالوا بقى نخش على المكرونة كمان. في حلة فيها مية على النار هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهحط فيها كمان معلقة كبيرة من الملح، وهقلبها وهغطيها واسيبها لحد ما تغلي. اول لما تغلي معايا هنزل فيها المكرونة بتاعتي، نص كيلو من المكرونة القلم. وطبعا المكرونة لازم كل شوية تقلبي عليها، بتعمليها على نار شمعة، يعني بتوطي عليها خالص وتسيبيها، وكل دي دقيقتين مثلا تفتحي عليها تقلبيها عشان ما تعجنش في بعض. دلوقتي انا فتحت عليها لقيتها استوت. هجيب مصفى وهحطها في الحوض بتاعي وهنزل بالمكرونة في المصفى دي، وبعد كده هفتح عليها الحنفية وبعدين هحطها على الحلة تتصفى. نيجي بقى نعمل مع بعض دلوقتي الفراخ اللي حضراتكم شفتوها او الوراك. جبت باقي مني بصل حطيته وطماطمايه عشان نعمل الشوربة. وده محلول التطهير بتاع الوراك او الفراخ عموما، اللي هو بيبقى ليمون وخل وممكن شوية ملح. المية غليت معايا، نزلت بيه بالوراك فيها، وبعد كده طلعت منها الوراك لما خدت درجة السوى المظبوط، ودهنتها بالخليط بتاع السمنة ده تحفة. لو عايزين اقول لكم عليه. حطيت اللبن يغلي، قولولي في الكومنتات وهقول لكم. وبعدين جبت حلة حطيت فيها شوية سمنة ونزلت فيها حطيت فيها 5 معالق من السمنة، سوري. وبعدين عليهم حطيت 5 معالق من الدقيق. كل ما تحتاج بقى هضيف لها زيت او سمنة مش مشكلة، لحد ما القوام معايا يبقى كريمي ومش تكتلات زي ما احنا شايفين كده. يبقى في حلة على النار حطيت 5 معالق من السمنة، عليهم 5 معالق من الدقيق، وهقلب. احتاجت سمنة تاني هحط، احتاجت زيت هحط، اللي انت عايزاه ضيفيه. انا زودت بالزيت، هنزود حبة كمان لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. بطريقة صوص البشاميل اللي هعلمها لك دي انت هتوفري في اللبن جامد جدا، لان مش محتواها كله هيبقى لبن. كده استوت. اما خدت الدقيق تفضلي مهديه عليه وتقلبيه لحد ما ياخد لون كده، لون حلو كده. بعد كده تنزلي عليه باللبن، نزلت عليه باللبن وقلبت، راحت تقلت معاه زي ما شفنا. هزود بقى شوربة. طيب انا ما عنديش شوربة، اعمل ايه؟ لما تسلقي المكرونة وتخلصي سلقها ما تدلقيش ميتها، استخدمي ميتها بدل الشوربة، بتدي طعم جميل جدا. هفضل اضيف شوربة واقلب، اضيف شوربة واقلب لحد ما اوصل
للقوام اللي انا عايزاه. عايزه اقولك ان الطعم في النهايه بتاع صوص البشاميل ده مفيش حد داقه الا لو سألني عامله ازاي، لانه غني جدا جدا جدا، لانك عاملاه باللبن وعاملاه بالشوربه، فطعمه بيبقى تحسي كده ان يعني بتشربي لبن وانت بتاكلي البشاميل. وبيساعد كمان جدا ان هي تبقى جوسي قوي، واجمل حاجه في البشاميل انها تبقى جوسي. هنفضل نقلب كده مع بعض لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، وهنحط شوية فلفل اسمر مطحون، وهنحط ملح وندوق. انا بحبها مالحة سنة وانتي وراحتك. المكرونة اللي سلقناها حطيناها في حلة، وخدنا منها كام مغرفة كده من صوص البشاميل، هنقلبهم فيها لما نخليها غرقانة في الصوص. الطاجن اللي هنعمل فيه غرقناه من تحت صوص بشاميل، وحطينا اول طبقة من المكرونة اللي دعكنها في قلب الصوص. حطينا اللحمة المفرومة في النص، وحطينا الوش الاخير للمكرونة البشاميل. ودلوقتي هنحط الوش الاخير خالص اللي هو خلطة البشاميل. بمسح الزوايد اللي على الجناب وبدخلها الفرن من تحت على الصاج. عايزة 10 دقايق، عايزاها تتحروق زودي الوقت براحتك. وبعد كده بحطها تحت الشواية يدوب بس تاخد وش معايا. وهنشوف دلوقتي اجمل طاجن مكرونة بالبشاميل، بجد جوسي وتحفة. وعايزاكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم. ووفرنا فيه كمان لان ما استخدمناش كل كمية صوص البشاميل اللي قعدنا نغرق فيها المكرونات دي لبن وبس. بصوا بعد ما غرفناها بقى كانت تحفة. انا بحبها كده، مش القطعة بقطعتها، بحبها غرقانة في الصوص كده، بجد تحفة. وبألف هنا وشفا. دلوقتي كمان هوريكم الفراخ اللي عملناها بالخلطة، ولو عايزين الطريقة اسألوني في الكومنتات. شايفين المنظر؟ دي فراخ مسلوقة، يعني لو عندك فراخ مسلوقة باقية من الأكل وعايزة تعمليها بالمنظر ده كأنك عاملاها جديد. وكان طعمها تحفة بجد. فراخ بقى وراك، يعني المتوفر عندك. أنا كان متوفر عندي من ده على ده، فعملته كده. والسلام عليكم ورحمة الله.